وحشتوني قوي، عاملين ايه؟ هتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو الروائح الكريهه اللي بتظهر من المناطق الحساسه، اسبابها وحلولها. فكلنا ممكن يجي علينا وقت نحس ان المنطقه دي فيها مشكله بسبب الروائح الكريهه، وهو فعلا بانذار ان اول ما تشم ريحه كريهه فده انذار لحاجات كتير. هنتكلم عنها برضو في فيديو النهارده. لو اول مره تشوفيني، انا ساره، دي قناه ساره بلوجر، بنزل لكم عليها فيديوز عن السكين كير والبيوتي، ميك اب، حاجات كده بناتيتي مع بعضينا، وريفيوهات طبعا وحركات ونصايح كتير انا بحب دايما اقدمها لكم. فلو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، يلا سبسكرايب ويلا بينا على الفيديو جري عشان مطولش عليكم. الحقيقه يا بنات ان الروائح الكريهه من اهم الحاجات ومن اهم المؤشرات اللي اوعي ابدا تسيبيها تعدي عليكي كده من غير ما تحليها. ازاي؟ يعني روائح الكريهه اللي بتظهر في المنطقه دي وانت قاعده كده فجاه بتوطي فلقيتي ان في ريحه طالعه، او انك بتخلعي الاندر بتاعك فلقيتي فيه ريحه. ده كله مؤشر بيدل ان في مشكله في المنطقه دي، والمشكله دي خلاص يعني هي بتديكي انذار انها موجوده. المشكله دي عاده وغالبا بتبقى التهابات في المنطقه. التهابات بتبقى مثلا التهابات خارجيه او داخليه. يعني الخارجيه بتبقى زي التسلخات مثلا، والخارجيه بيبقى افرازات ناتجه عن التهاب موجود جوه المهبل او جوه يعني مش الرحم، بيبقى جوه المهبل. فانتي لازم تظبطي الدنيا دي فورا. سواء انتي بنت او متزوجة فلازم تظبطيها. لو انتي بنت ما تتكسفيش، لازم تروحي لدكتورة نسا وتعرفيها، وهي هتسألك شوية أسئلة وهتقولك على حاجات، علامات بتظهر معاكي في الأندر بتاعك أو بتظهر في روائح جسمك، وانت ساعتها هتعرف، هي هتعرف انت عندك ايه وتديك العلاج المناسب. لو انت متزوجة نفس الموضوع، ولكن هيتم الكشف عليكي كشف نسائي. وطبعا البنات الستات المتجوزين فاهمة قصدي، وانا مش هعبر يعني مش هتكلم بشكل استفاضة في الموضوع ده عشان في بنات بتتفرج على الفيديو، فانا مش عايزة اوسع الموضوع. تمام؟ فانت سواء كده او كده فانت لازم تبقي فاهمه كويس جدا جدا ان الدكتوره يعني مش هتعملك حاجه تاذيكي، وان الموضوع دوت مهم للغايه لاي بنوته او اي سيده متزوجه، انك لازم تشوفي حل فورا في موضوع الروائح الكريهه اللي بتبقى موجوده في المنطقه. طيب انا عالجت الالتهابات، او اثناء علاجي للالتهابات، او اثناء علاجي لازاله الروائح الكريهه، المفروض اعمل ايه؟ المفروض تعملي خطوات كتيره هنتكلم عنها النهارده. اول خطوه تغيير الاندر يوميا. لازم الاندر بتاعنا يتغير يوميا، كل يوم بالليل الصبح على حسب ما تحبي. لازم يكون في فوطه يوميه تتحط جوه الاندر، مش الفوطه بتاعت اللي هي بتاعت الدورة الشهرية. لا، الفوطة اليومية بتبقى أصغر وبتمتص كل السوائل اللي بتبقى بتنزل من الجسم، أو الاحتكاك اللي بينتج عنه تعرق. فكل ده هي بتمتصه، فمش بيظهر ريحة كريهة، لأن ممكن ما يكونش عندك مشاكل التهابات، وممكن يبقى المشكلة دي هي بسبب ان الاندر مثلا مش قطن لكرة او دخل فيه بلاستر. فده من اخطر الحاجات اللي ممكن تعمل روائح كريهة وتعمل احتكاك بشكل وحش جدا. فحاولي تتفادي انك تشتري حاجه زي كده، ودايما اشتري الانترات بتاعتك قطن، لانها افضل لصحتك بكتير جدا. فالمهم تعملوا الخطوات دي، خطوات مهمه جدا يا بنات. يبقى نغير الاندر يوميا، نلبس اندر قطن مش لكرة او مش داخله بلاستر. نغير الفوطه او نحط فوطه يوميه. وفوطه بمناسبه الفوط والفوطه الصحيه بتاعه الدوره الشهريه لازم تتغير كل ساعتين، سواء مليانه فيها نقطه ما فيهاش ايا يكن، لازم تتغير كل ساعتين. ما تزوديش عن ساعتين، حاولي قدر الامكان. ولو انت بره البيت خدي معاكي حاجه صغننه جوه الشنطه وغيري بره. ما ينفعش تقعدي بيها اكتر من كده، لانها هتسبب ليكي مشاكل على مدار يعني على مدى البعيد، مش دلوقتي بس. طيب ايه تاني المفروض نعمله؟ ناخد بالنا جدا جدا من الاكل اللي احنا بناكله. ما ناكلش اكل مبهر او اكل من بره او اكل فيه زيوت ومقليات كتير. لازم نشرب ميه بزنجبيل كل فتره وفتره، او نشرب كده يعني فنجان زنجبيل في اليوم او كل كام يوم. لازم نشرب ميه كتير جدا ونهتم بالاكل بتاعنا، علشان الاكل بتاعنا بينتج عنه المشكله دي. خلي بالك جسمك لما بيديكي اشاره ان في التهابات في المنطقه دي من ناحيه الروائح الكريهه، هو بس مش بيديكي اشاره ان المنطقه دي فيها مشكله بس، هو بيديكي اشاره ان انت عملتي مشكله سببت في المشكله دي. لكل شيء سبب. والاسباب بتاعت كمان التهابات النسائيه او الالتهابات اللي بتبقى موجوده في المهبل بتبقى سببها اكلات احنا بناكلها وحاجات بنتعرض لها، مش بس خارجيا زي الاندر وكذا وكذا وكذا، لا كمان داخليا اللي هو الاكل بتاعنا. ناكل اكل كتير من بره، بناكل اكل مش صحي ومش مفيد، وبناكل مقليات
وبناكل موالح وبناكل الحاجات دي كلها، هو بينتج عنها المشكله دي، فخدي بالك. اخر 3 حاجات عايزه اتكلم فيهم. اول حاجه لازم نعمل سكرابنج اسبوعيا، سوري. لازم كل اسبوع نعمل سكراب للمكان ده كويس جدا، للمنطقه الخارجيه من الرحم. لازم نعمل سكراب للمنطقه دي كويس جدا، خصوصا كمان قبل الشيفنج. بيساعدك على انك تعملي الشيفنج بشكل صحيح، وكمان هو بيساعدك انه يشيل كل طبقات الجلد المائي اللي بتبقى موجوده في المكان ده، خاصه بعد الدوره الشهريه. اثناء الدوره الشهريه لازم تستحمي يا بنوته، ولازم تستحمي يا حبيبتي يا عروسه متجوزه يا قمرايه. لازم تستحموا، وما تاخدوش الكلام اللي هو ايه ده انت تستحمي وقت ما انت تدوري. لا طبعا غلط عليكي، الميه غلط عليكي قوي وقت الدورة. لا على فكره الكلام ده غلط، مفيش ميه غلط عليكي وقت الدورة ولا اي حاجه من الكلام ده. هو في ميه واحده بس غلط عليكي، انك تنزلي البحر او البسين وانتي عندك الدوره الشهريه، بتبقى مصيبه وكارثه على الكل مش عليكي بس. لكن انك تاخدي شاور يوميا دي نظافة شخصية. لازم تستحموا وانتوا عندكم الدورة الشهرية. انا بشوف بنات بتقولي انا ما ينفعش استحمى عشان عندي الدورة الشهرية. ايه علاقة الدورة الشهرية بالحمى؟ ايه علاقة ده؟ انتي بتستحمي، لازم تستحمي، لازم تنضفي جسمك، لازم المكان ده ينضف. وطالما دخلنا في الحمى يبقى لازم نستخدم غسول لازم نستخدمه على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ما تقوليش هو انا كل مره استخدم الغسول. ايه يعني لو كل مره تستخدمي الغسول؟ اصلا الغسول مستخدم، وفي غسول بتبقى مكتوب عليها يوميه. غسول يومي، خاصه الناس اللي بتتعالج من الالتهابات بيتعمل لها غسول يومي. واوقات الغسول ده بيبقى مخفف بشكل معين وبدرجه معينه، واوقات بيستخدم كده، بس غالبا بيستخدم مخفف، انك بتحطي منه غطا على لتر ميه وبتبداي تشطفي المكان. لازم تستخدمي غسول اثناء الدوره الشهريه، لازم تستحمي اثناء الدوره الشهريه ولو يوم ويوم علشان تنضفي المكان كمان بالغسول. لازم منطقه تتغسل بالغسول وقت الدوره الشهريه خاصه. خلي بالك انتي مش بس عندك الدوره الشهريه فانتي هتهملي المنطقه تماما وتسيبيها كده، مش مهم. احنا لو اهملناها نهملها في حاجه واحده، دايما انا بقولك عليها اهمليها في كده، انك ما تشيليش الشعر من المكان ده اثناء الدوره الشهريه. ما تشيليش الشعر خالص من المكان ده خالص باي طريقه من الطرق. اهمليه في الموضوع دوت، في نزلة الشعر لا اهمليه. لكن ان انت تنضفيه او انك تغيري الاندر، او انك تغيري الفوطه الفوطه بتاعتك، لا ده لازم يحصل، لازم يحصل. وبلاش يا جماعه لو سمحت اهمال في الموضوع ده، عشان الموضوع ده بيعمل كوارث بعد كده، بيعمل كوارث كبيره قوي وبيعمل مشاكل. ولازم تبقي انت عارفه ان راحتك الشخصيه او نظافتك الشخصيه بتنبع عن ثقتك بنفسك. يعني ان البنات تقولي طب اعملي لنا فيديوهات ازاي نبقى واثقين من نفسنا، وازاي نبقى شكلنا كويس، وازاي ابقى يعني ابقى واثقه من نفسي كده، وما بقاش خجلانه من نفسي او زعلانه منها. اهم نصيحه بقولها في الموضوع ده هو انك لازم تكون ريحتك كويسه ونظافتك الشخصيه في جوده عاليه. يعني انت لازم شاور، برفيوم، ديودرانت، تغسلي المناطق اللي بتبقى المناطق الحساسه، تظبطي الشعر في جسمك تشيليه اول باول، حاجات كتير جدا. ف ارجوكم النظافه من الايمان. خلي بالكم جدا، المنطقه ديت منطقه حساسه جدا، ومستقبل بنت فيها مستقبل بنت، بمعنى انك ممكن تتاخري في الحمل بعد الجواز بسبب الالتهابات. فانت مستقبلك بيبقى انت مثلا مخططه حاجه، وربنا سبحانه وتعالى عليه كل شيء طبعا، ولكن احنا لازم ناخد بالاسباب. ولازم نفهم ان ان النظافه الشخصيه مش بس بتتوقف على ايام ما تكونش الدوره موجوده، لا كمان لازم تكون الدوره موجوده، كمان لازم ننضف المكان اول باول. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، كومنتات كتير زيكم حلوه تحت الفيديو، علشان انا بستنى كومنتاتكم بفارغ الصبر. وشكرا جدا جدا للبنات اللي متابعيني من قريب، وشكرا اكتر للبنات اللي متابعيني من اول ما بدات. بحبكم جدا جدا. باي باي.